عشان تعرفي من اللحظه دي انا مش هدفع غير ليكي انت وبس، ومش هدفع لاي حد تاني. انا مش عارف هم مكتوبين عليا وانا ما اعرفش ولا ايه. وغير كده كمان لازم تفهمي ان لو في المستقبل كده واحنا مع بعض اي حد جه شبهي انا مليون في المية هسيبك واكمل معاه. على الاقل حد هيبقى فاهمني وفاهمه، مش اللي انت بتعمليه ده. عشان ده بجد كتير قوي وانا بجد تعبت. كفايه بقى. ايه ده؟ بعد ما هديت فضلت أسأل نفسي، هو الكلام اللي بنقوله واحنا غضبانين بيكون حقيقتنا ولا بيكون وجعنا هو اللي بيتكلم؟ قريت للدكتور النفسي جون جوتمان عن حالة اسمها الفيضان العاطفي، اللحظة اللي الغضب والضغط فيها بيعلوا لدرجة ما تتوصفش، وقدرتنا على التفكير بهدوء بتقل جدا، وبندخل في حالة دفاع عن النفس أو هجوم يبوظ الدنيا. وساعتها ممكن نقول كلام يوجع ناس احنا في الحقيقة عمرنا ما كنا عايزين نوجعهم وبنحبهم قوي. لكن خليني اكون واضح معاك، ده تفسير مش تبرير. الغضب مش تصريح ان احنا نكسر اللي قدامنا، والاعتذار الحقيقي مش انك تقول انا غلطت بس انت السبب. الاعتذار الحقيقي انك تقول انا غلطت وفاهم ان كلامي وجعك ومستعد اثبت بتصرفاتي انه مش هيتكرر تاني. وفي الناحية التانية لو احنا عارفين الشخص بجد وعارفين قلبه ومواقفه معانا، ما ينفعش نحكم على حياته كلها من أسوأ دقيقة عاشها معانا. لكن برضه المسامحة مش زرار بيتداس، ومحدش مطالب ينسى فورا. احنا بنسامح لما بنلاقي اعتراف حقيقي بالغلط وتغيير حقيقي بيحصل قدامنا وأمان بيرجع واحدة واحدة. لأن الحب مش إننا ما نغلطش، الحب إننا لما نجرح بعض ما نهربش من أثر الجرح، نقفله ونصلحه ونتعلم إزاي ما نعملوش تاني. وطول ما احنا عارفين بعض بجد من جوانا وبنحب بعض، هنعرف ننتصر على كل المشاكل اللي بتقابلنا.